أهلا وسهلا بكل مشاهدي شاشة الحدث اليوم في مصر والوطن العربي، وحلقة جديدة من برنامجكم ترند سبورتس. وزي ما الكورة لجماهير، ترنداتنا من الجماهير للجماهير، وزي ما الكورة جوال، ترنداتنا دايما في الجول. الجمهور عندي هو اللاعب رقم 1. النهاردة هيكون معنا أحداث كتيرة وأحداث مهمة في الرياضة المصرية. بس طبعا في البداية أحب أن أنا أرحب بالكابتن هيثم فتحي خورشيد، مدير إداري نادي غزل المحلة سابقا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وأهلا بأسرة برنامج ترند سبورت. منورنا في الترند النهاردة. ودايما زي ما احنا متعودين، أول حاجة بنبدأ بيها أكتر ترند عامل عامل قلق على الساحة الرياضية، هو التصنيف بقى على الكيف، هو التصنيف بقى على المزاج. طب ما احنا عايزين نعرف، هو التصنيف بالألقاب ولا بالنقاط؟ عايزين نعرف، قولوا لنا. طيب، قبل كده الاتحاد الأفريقي لما لقب النادي الأهلي لقب نادي القرن كان بناء على النقاط. في التوقيت ده جه الزمالك اتظلم، لأنه لو خد بالألقاب كان هيبقى هو الأكثر ألقابا في القرن العشرين. ساعتها الأهلاوية قالوا إن كده منتهى الحيادية والإنصاف. طيب دلوقتي الاتحاد الدولي صنف الأهلي بناء على تصنيف كاس العالم إن هو التصنيف رقم 3. الأهلي كده حس إن هو في ظلم وقع عليه، قال لك لا، أنا استحق أبقى التصنيف الأول أو الثاني، لأن لو هنتكلم على الألقاب يبقى أنا أتساوى أو أتقارن بريال مدريد. طيب هناخدها إيه؟ الألقاب ولا النقاط؟ ده زي ما بيقول الأهلاوية، هم شايفين إن هم كده اتظلموا في التصنيف. لو هناخدها بالألقاب يبقى الزمالك نادي القرن والأهلي هو التصنيف رقم 1. ومن الأهلي والزمالك هنبدأ بقى نخرج دلوقتي ونروح على نادي غزل المحلة. منورنا يا كابتن هيثم. الله يخليك يا رب. وأول ترند حابة أتكلم معاك فيه، إيه تقييمك لنادي غزل المحلة بعد رباعية الزمالك؟ بعد رباعية الزمالك أنا عايز أتكلم أقول إن نادي غزل المحلة هنسميها هنسميها مباراة النسيان. هنقفل الصفحة بتاعت نادي غزل المحلة، ولكن في تطوير كبير جدا في نادي غزل المحلة. واضح. عندنا إدارة كويسة جدا، إدارة تليق باسم نادي غزل المحلة. عندنا إدارة عملت تطوير شامل، وكل مصر اتفرجت على مباراة نادي غزل المحلة ونادي الزمالك. التوفيق كله طبعا لنادي الزمالك، والمباراة اللي احنا رباعية اللي احنا بنتكلم طبعا عليها الزمالك وهارد لك للمحلة، بس أكيد طبعا الكورة مكسب وخسارة. كان مشرف. جمهور المحلة هو العامل الأساسي في نهوض نادي غزل المحلة. في الانتكاسة اللي فاتت لينا ان احنا نزلنا دوري ممتاز بيه، ولكن بفضل جمهور ربنا الاول طبعا سبحانه وتعالى، وبعد كده الجمهور، وبعد كده اداره نادي غزل المحله. اداره قويه جدا، اداره مكونه من المهندس وليد خليل والباشمهندس تامر خليل. الاثنين دول هم اللي نهضوا بنادي غزل المحله، الاثنين دول هم اللي وقفوا نادي غزل المحله. وقفوا نادي غزل المحله في تطوير ملحوظ جدا 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 عندنا في النادي. التطوير اللي موجود ده من اول قطاع الناشئين ما بدا، بكل تفاصيل قطاع الناشئين لحد الفريق الاول. عملوا لجنه كبيره جدا من قدام راضيين نادي غزل المحله. اللجنه الفنيه دي هي متخصصه لاقتناء اللعيبه وصغار اللعيبه اللي هم طالعين من الناشئين لحد الفريق الاول. اول ناس عملوا يعني ايه حاجه اسمها شركه كوره، واول شركه كوره في مصر كان هي الفكره كانت متنفذه من الاول، الفكره كانت موجوده، الفكره كانت بتدرس، لكن هم ناس ناجحه فكروا يعني ايه النجاح، فكروا يعني ايه يعملوا شركه كوره. شركه الكوره طلعت مواهب كتير جدا، وعملوا لجنه فنيه كبيره جدا 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 على مستوى النادي. جابوا كل العناصر اللي ليها خبره في نادي غزل المحله وابناء نادي غزل المحله القدامى
عملوا لهم لجنه فنيه. يعني ايه اللجنه الفنيه اللي موجوده؟ انتقاء اللعيبه من جميع انحاء مصر. عملوا اكاديميات في فتره اختبارات الناشئين. اللجنه الفنيه دي غير لجنه الكوره. غير لجنه الكوره، اللجنه الفنيه دي متخصصه، هم حوالي 20 او 18 مدرب واسماء لامعه في نادي غزل المحله. بداوا يختاروا الناس دي كلها، بداوا يدوروا على كل حد عنده موهبه او فرصه ازاي ان هو يفيد نادي غزل المحله. الاداره اللي عندنا اداره احنا مش خايفين منها. ماتش الزمالك ماتش وعدى، احنا نقفل صفحته، ندور على صفحه جديده نتكلم فيها، نتكلم على التطوير اللي عملوه. استاد غزل المحله من بقاله فتره طويله جدا ما كانش بالمنظر ده، ما كانش بحفاوه الاستقبال لنادي الزمالك، ما كانش فيه حفاوه زي دي قبل كده. صح. الاداره دي من اول ما وصلوا طنطا وفي استقبال حافل، من اول ما وصلوا طنطا لحد، على فكره بمناسبه ان هم نزلوا في طنطا اداره نادي غزل المحله باشمهندس وليد وباشمهندس تامر بيعملوا فندق داخل القلعه الرياضه اللي موجوده في المحله، ان هم يستضيفوا الفرق اللي جايه تلاعب سواء في كره القدم، في كره الطايره، في كره السله، ايا كان. هي قلعه رياضيه كبيره جدا، هم بيستثمروها. الاستثمار بالنسبه لهم حاجه كويسه جدا، افكارهم كويسه جدا. وهو يوم الماتش قال لك اكبر قلعه رياضيه في مصر موجوده داخل اكبر قلعه صناعيه في مصر. صناعيه فعلا. دي حاجه فعلا. هي انت ملاعب نادي غزل المحله ملاعب كبيره جدا، عندهم الامكانيات دلوقتي. هو وفر كل سبل الراحه، ان هم ماشيين على بلان معينه جدا، ان البلان دي في ظرف 3 سنين انا هطلع هبقى مثلا في المربع الذهبي، هبقى في كذا، هبقى في كذا. لكن الفتره اللي احنا فيها دي فتره تجانس وعدم تجانس. يعني في فتره احنا لسه في بدايه الموسم بتاع الدوري، لسه كتير جدا. طالما بقى نتكلم عن الدوري والامكانيات اللي موفرها نادي غزل المحله للاعبين وللمدربين، تقييمك ايه لكابتن احمد عيد، وايه السبب اللي حصل في الماتش؟ هل الاخفاق ده جه منين؟ هو مش اخفاق، هو كابتن احمد عيد عبد الملك مدرب كان لاعب الاول، لاعب كويس جدا 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 في نادي غزل المحله، في نادي الزمالك. كان ذو خلق، طول عمره ذو خلق، حاجه محترمه جدا جدا جدا. لكن الفتره الحاليه انا مش شايفها في الصراع اللي موجود في الدوري باسم يليق لنادي غزل المحله. احترام كل الاحترام لكابتن احمد عيد عبد الملك، مش الفتره بتاعت كابتن احمد عيد عبد الملك، الفتره الحاليه. الراجل ده صعدنا. كابتن احمد عيد عبد الملك كنا نزلنا درجه ثانيه، الراجل ده صعدنا وشاف يعني ايه نادي غزل المحله، هو حس بقيمه تيشيرت نادي غزل المحله اللي لبسه. تمام. الراجل ده كان في نادي غزل المحله ولبس تيشيرت نادي غزل المحله، ومقدر جماهير نادي غزل المحله، مقدر يعني ايه نادي غزل المحله. الراجل ده عمل شغل كويس جدا للنادي، لكن هي بتبقى توفيق وعدم توفيق. انا عايز اعرف الكواليس اللي تمت قبل مباراه الزمالك وغزل المحله، يعني انا سمعتها بس حابه ان احنا نعرفها من اهل المحله. الكواليس، التذاكر نفذت قبل المباراه بحوالي تقريبا 3 ايام او 4 ايام. الامن عمل جهود مكثفه جدا جدا جدا، كبيره جدا. كانت عندنا حاله من حفاوه الاستقبال، اول مره يبقى في استقبال بالمنظر ده لفريق ضيف. كلنا في المحله بنساعد بعض وعايزين ننهض بمؤسسه اسمها مؤسسه شركه كره قدم لغزل المحله. كل واحد عاوز الناس دي ناجحه، الناس دي عايزه تكمل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، سنتين اتنين اتفرجي على نادي غزل المحله بالاداره اللي موجوده. سنتين اتنين حب جماهير نادي غزل المحله غير طبيعي. ما هي الاداره موجوده وحصلت الخساره. انا برضو عايزه يعني احط دي على الخساره عايز اقول لحضرتك على حاجه. كل ماتش وليه ظروفه. كل ماتش وليه ظروفه. كان في ضغط على المدرب قبل المباراه؟ لا خالص. لا، عايز اقول لك على حاجه. الماتش سرق مننا، الماتش سرق من نادي غزل المحله. في هنا بقى عنصر الخبره بيفرق. بيفرق في عنصر الخبره. احترامي كل الاحترام لكابتن احمد عيد عبد الملك، لما بيبقى في مدرب فاهم عارف هو بيعمل ايه. لكن هو ما كانش في توقعاتنا، ما كانش في توقعات لا بتوع الزمالك ولا بتوع المحله ان اول دقيقه في الماتش ان يطرد مننا واحد، بغض النظر كانت طرد صحيح او غير صحيح، هي كان فيها شكوك. ان دايما اي فريق مهما كان كبير لما بيروح يلاعب فريق في بلد ومعروف انها بلد ليها جماهيريه بيبقى قلقان. اكيد. انا افتكر في مره من المرات النادي الاهلي روح في
في مدرعات. بس فنادي غزل المحله نادي عريق، نادي كبير، نادي ليه اسمه، نادي عارف يظبط الدنيا كويس جدا. معانا مداخله كابتن خالد ابو الفتوح عضو اللجنه الفنيه بنادي غزل المحله. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منورنا في ترند سبورتس. معانا كابتن هيثم كرشي. شرف ان مع حضرتك. تحب تقول له حاجه؟ مساء الخير يا كابتن خالد. اهلا حبيبي كابتن هيثم. مساء الخير يا رب الكره المصريه. مساء الخير يا حبيب قلبي. مساء الخير، وسعيد ان انا موجود معاك منورنا مدام شيرين. يعني منورنا يا كابتن خالد. برنامج جميل وبرنامج ناجح ومتشاف ومصر كلها بتشوفه. الف شكر يا كابتن. النهارده حبينا بقى يعني ننقل كواليس من المحله، اكبر قلعه صناعيه، ومعروف ان كابتن خالد كان طبعا من المدربين اللي مرنوا اللاعب امام عاشور. تمام. قول لنا كده يعني شويه كواليس عن البيئه وبدايه لعبه، علشان دايما احنا يعني بنلاحظ الفتره الاخيره ان دايما في النادي الاهلي بيقولوا البيئه اللي جه منها كابتن امام عاشور، بس انا دايما بشوف ان الاصل من البدايات. يعني هو لعب اساسا في نادي المحله، صح كده؟ تمام. تمام. قول لنا الكواليس ايه يعني وايه الفرق؟ يعني انهي نسخه هي النسخه الاصليه؟ نسخه امام عاشور لما كان في المحله، ولا نسخه امام عاشور في نادي الزمالك، ولا نسخه امام عاشور في النادي الاهلي؟ وطبعا احنا بنشوف من خلال تصريحاته ان هو شايف نسخه الاهلي بالنسبه له هي دي افضل نسخه، وهو نفسه قال اللي عايز البطولات يجي النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا امام عاشور ابن من ابناء نادي غزل المحله، ابن من ابنائي انا شخصيا. انا مرنت امام من صغره، وهو من صغره كان لعيب موهوب، لعيب مهاري جدا، لعيب حريف، لعيب يعني حاجه تفرح في الكوره. ولكن مشكله امام من صغره ان هو كان جسمه ضعيف جدا جدا جدا، جسمه هزيل. كان عنده كرة عالية جدا 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 مع الجسم القليل قوي. فكان طبعا كلنا في قطاع الناشئين، كل مدربين قطاع الناشئين نقول يا خسارة الحلو ما يكملش. لان امام حريف قوي 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 وضعيف قوي قوي. فطبعا كنا بنشتغل على اساس ان امام لازم يهتم بجسمه وبقوته وبتمرينه، على اساس ان هو برضه هيخش على مرحله بعد كده اللي هي مرحله البلوغ. ممكن مع الوقت ان شاء الله جسمه يقوى، ومع المهاره اللي عنده يبقى من احسن لعيبه في مصر. يعني تنبأت له بكده يا كابتن؟ انا امام من صغري كنت اقول له دايما لازم تشتغل على نفسك، لازم المهاره لوحدها مش هتوصلك، مش كفايه. شايفه كان بيشجع مين؟ لازم المهاره تحميها القوه والسرعه. امام وهو في المحله كان بيشجع الاهلي ولا الزمالك؟ نعم. امام وهو في نادي المحله كان بيشجع الاهلي ولا الزمالك؟ امام عاشور زملكاوي. زملكاوي. تمام. فالمهم انا حتى امام فاكر لي كلمه زملكاوي من صغره. امام عاشور زملكاوي؟ مش قايل لي في كلمه قلتها له من صغره مش عايز ينساها لي. قلت له امام المهاره لوحدها مش هتوصلك، لازم تشتغل على نفسك، لازم يبقى عندك قوه ولازم يبقى عندك سرعه عشان تحمي المهاره اللي عندك. وبالفعل انا مع امان ليا مرحلتين، مرحله وانا مدير فني له، ومرحله بعد 3-4 سنين بقيت رئيس قطاع الناشئين بغزل المحله. المرحله الاولى كان امام لسه صغير وجسمه، وكان كل صيف اللعيبه زملاته يجوا كلهم طولهم وكبرهم وهو لسه ما زال. وكنت موجود لما طلع من المحله على نادي الزمالك؟ ما زال صغير. انا هحكي لك الحكايه. ما زال صغير. بعد 3-4 سنين امام ما شاء الله جسمه كبر وبقى اطول مني، وكنت انا وصلت بقيت رئيس قطاع الناشئين. كنت بلعبه مسابقه 16 و18 و20 لكفاءته، لانه كان لعيب عالي جدا ومبشر. وبعد كده الكابتن محمد فايز في الفريق الاول كان معترض على طريقه اداء امام، لانه كان يقول لي هو بيهاجم بس ما بيدافعش. شعوره كان ايه لما قالوا هياخدوه نادي الزمالك؟ ان هو يهاجم ويدافع. بعد كده راح حرس
حرس الحدود، قعد هناك سنه. في الوقت اللي هو كان في حرس الحدود انا كنت ما زلت رئيس قطاع الناشئين، ورحت عملت يوم رياضي في نادي الزمالك، وكان رئيس قطاع الناشئين نادي الزمالك هو الكابتن احمد حسام ميدو. فقال لي يا كابتن خالد بصفتك ان انت رئيس قطاع الناشئين غزل المحله، في 3 اولاد من غزل المحله على رادار نادي الزمالك. رشح امام، لما رشح امام كان امام شعوره ايه وهو رايح نادي الزمالك؟ عايزه بكلمه واحده، كان شعوره ايه؟ امام النادي الزمالك كان حاطط محمد فخري ومدحت فقوسه وامام عاشور، عايز واحد من ال3. فالكابتن احمد حسام ميدو بيقول لي بصفتك ان انت مدرب ال3 اولادك ومدربهم من الصغر، انت اللي رشحت له مين يناسبك؟ قلت له اللي يناسب نادي الزمالك وكره نادي الزمالك هو امام عاشور. كلمه واحده اخيره، امام عاشور كان شعوره ايه وهو رايح نادي الزمالك؟ امام عاشور طبعا انا زعلان منه، لانه طبعا طلع في برنامج ويعني اتكلم كلام ملوش لازمه على واحد من الناس اللي هي تعبت معاه وناس. لا انا عايز عقليه امام تتغير وتناسب الوضع اللي هو فيه دلوقتي. امام من احسن لعيب في مصر دلوقتي، المفروض عقليتك تتغير وتناسب عقليه النادي الاهلي. تمام طبعا لازم يكون يعني كل الاحترام للمدرب طبعا من ابو تريكه. لازم عقليتك تبقى عقليه احترافيه، كل الاحترام ليك يا كابتن، ان انت النهارده احسن لعيب في مصر. كل الاحترام ليك ان انت طبعا مرنت وكنت يعني سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى دخوله نادي الزمالك. انا عايزه كلمه برضو اخيره، امام كان شعوره ايه وهو داخل نادي الزمالك؟ طبعا امام كان فرحان جدا جدا انه كان فرحان جدا جدا. بشكرك يا كابتن. امام هقول لحضرتك على حاجه، نجوميه امام في نادي الزمالك أعلى. بس في حاجه امام عنده مشكله انه لعب في نادي المحله ما بيذكرش نادي المحله، ونادي المحله لا طبعا كلنا نعرف ان بدايات امام عاشور من نادي المحله، راح الاهلي ما بيذكرش الزمالك. كلنا نعلم ذلك يا كابتن. الناس او النادي اللي له خير عليا، كلنا نعلم ذلك. بشكرك كابتن خالد ابو الفتوح. طبعا لازم طبعا المدرب اللي بيمرن يكون ليه كل الاحترام طبعا. اكيد طبعا اكيد امام كان لاعب كويس جدا، وانا عارفين بصي نادي غزل المحله كله عارف ان امام عاشور زملكاوي، كل المحلويه عارفين ان امام عاشور هو ميوله لنادي الزمالك. هل تعود ارجنتين مصر لسابق عهدها مع شركه الكره؟ بجمهور نادي غزل المحله. الجمهور هو رقم 1. احترام كل احترام لاداره نادي غزل المحله. الاداره ماشيه على بلان، سبق وقلت لحضرتك ان هم ماشيين على بلان ده كويس جدا هم ماشيين عليه، بس هترجع لسابق عصرها وهترجع لسابق الجيل الذهبي. على فكره غزل المحله اخذ الدوري سنه 72 73، ولما اخذوا الدوري انا في اعتقادي ان في الاداره اللي موجوده بالانتماء اللي موجود في الجمهور والانتماء اللي موجود في الاداره الموجوده احنا نوصل لمربع ذهبي. وانا بقوله لك من خلال برنامج ترند سبورت، هفكرك في يوم من الايام ان غزل المحله ممكن يدخل المربع الذهبي في خلال السنوات اللي جايه. لو حكينا على قصه الاسطوره خورشيد، هنبدا الحكايه منين؟ لو هتكلم عن فتحي خورشيد الاب، ولو هتكلم عن فتحي خورشيد نجم واسطوره الهرم من اساطير الكره المصريه. الهرم بدايته كانت مع نادي غزل المحله. الهرم كان من ابرز واعرق حراس اللي جت مصر على مر التاريخ، وابرز واعظم حارس مرمى جه في نادي غزل المحله. كابتن خورشيد كان من افضل الحراس اللي لعبت في دوره طوكيو سنه 1960 ودوره روما سنه 1960 ودوره غانا سنه 1963. كابتن خورشيد جه في وقت من الاوقات كان افتتاح استاد القاهره، امر المشير عامر ان هو يلعب لنادي الزمالك قصاد الاهلي في افتتاحيه استاد القاهره مع الزمالك. لعب مع الزمالك ضد الاهلي ضد الاهلي، وكان مفاوضات كبيره جدا جدا من نادي الزمالك ان الكابتن خورشيد يلعب في نادي الزمالك، ولكن نادي غزل المحله طبعا ما فرطش فيه، ما فرطش في اسطوره زي ده، ما فرطش في حاجه زي دي. كابتن خورشيد لقب بافضل تاني حارس مرمى على مستوى الشرق الاوسط
بعد ياشين حارس روسيا. الكابتن خورشيد اشتغل في اتحاد الكوره ترينر. يعني ايه صناعه حراسه مرمى، يعني ايه يجيب المدربين، يلم المدربين اللي على مستوى جمهوريه مصر كلها، يقعد يعرفهم اساسيات يعني ايه تدريب حراسه مرمى. كابتن خورشيد اسطوره من اساطير مصر، اسطوره من اساطير نادي غزل المحله، اسطوره من اساطير الابويه. دي لسه هنتكلم عليها، يعني خلينا نتكلم عن اسطوره الكوره. اسطوره الكوره صعب ان يبقى يجي حد زي كابتن خورشيد، الوحيد اللي على الاقاليم، مستوى الاقاليم. كان قليل لما بتحصل من خارج الاهلي والزمالك. جدا جدا. اولمبياد طوكيو واولمبياد روما، راجل اولمبي، راجل عمل تاريخ لمصر مشرف، راجل دخل في موسوعه افضل حراس مصر من اول ما احنا عندنا صور برضو معروضه، يعني ممكن تكون صور حصريه برضو للبرنامج موجوده معانا. دي في دوره طوكيو، الصوره دي في دوره طوكيو سنه 64، ولقبوه بخورشيد العظيم هناك، وعملوا له غلاف على مجله ان هو كان افضل تاني حارس مرمى بعد ياشين حارس روسيا. لقبوه بخورشيد العظيم. وجه هنا طبعا كان رئيس، يعني في لقب العظيم وفي لقب الهرم والهرم، بس هو ملقب في المحله بالهرم. يعني المحله كلها عارفه الهرم، الكره المصريه تقريبا كلها عارفه بالهرم، بس في الاغلبيه العظمى شعبيته في نادي غزل المحله كان ملقب بالهرم. ده اللي حكيت. طبعا لو حكيت هحكي عن كابتن خورشيد كتير، مش هنوفق. كأب بقى، كأب كان مصاحبنا كلنا. كأب كان مصاحب احنا أربعة. أربعة. ليا أختي الكبيرة الباشمهندسة رشا والباشمهندسة ريان ومحمد أخويا. كان كل واحد ليه عنده لينا في البيت كان كاريزما. كل حد كان ليه كاريزما عند كابتن خورشيد. انت بس كنت في الرياضة ولا الأخ كمان كان في الرياضة؟ كان في الرياضة، كلنا كنا في الرياضة بس كان في على فكرة أنا كان ليا أخويا ده كان فيرود رهيب. محمد فتحي خورشيد كان فيرود رهيب. ما كملش ليه؟ الظروف ما اتاحتش لمحمد انه يكمل. هل هناك حارس مصنوع واخر موهوب؟ اكيد طبعا. في حراس كثيره جدا مصنوعه، في حراس كثيره جدا موهوب، في حارس مصنوع على موهوب. الحارس الموهوب في دولي ومحلي، وفي دولي ومحلي. دولي ومحلي دي انت الموهوب هيطلع دولي. والمصنوع في على فكره في دمج ازاي؟ يعني ايه دمج ما بين حارس موهوب وحارس مصنوع. الحارس الموهوب والمصنوع ده ازاي ان انا اعرفه اساسيات الوقوف، التمركز، امتى يطلع، امتى ما ينزلش، امتى يروح، امتى. حارس المرمى على فكره هو نص الفريق. يعني صح. حارس المرمى هو نص الفريق، يعني هو بيلعب 11. هو اللي بيلعب 11. بشكرك، ووصلنا لنهايه حلقتنا وترنداتنا ملعوبه، ترنداتنا في الجول.